نيجي لتاني جزئيه مهمه معانا المفروض نعرفها قبل ما نخش في موضوع الحلقه، انا وهي الفرق بين الاوبن لوب سيستم والكلوزد لوب سيستم. هديك كده مثال بسيط يعرفك الفرق بين الاثنين بدون شرح معقد. خلينا كده دلوقتي ان انت صايم وقاعد في البيت والحاج طلب منك انك تخش تعمل له كوبايه شاي. دخلت المطبخ جهزت المكونات بتاعتك الشاي والكوبايه، وللاسف بدل ما تجيب السكر جبت الملح. خلاص لقمت الكوبايه بتاعتك وعملت الشاي. هل انت هنا هتقدر تعرف ان انت عملت مشكله او انت حطيت الملح بدل السكر من غير ما تدوق الشاي؟ وزي ما قلت لك ان انت صايم فللاسف انت مش هتعرف تدوق الشاي. طبعا الحاج هو اللي هيكتشف الموضوع وربنا بقى ايه يعينك عليه. ده كده اول سيناريو معانا، وده اللي بيعبر عن الاوبن لوب سيستم، ان انت بكل بساطه ما عندكش فيدباك او عندك مرجعيه تقول لك السيستم دلوقتي حالته ايه او انت عملت ايه في النظام دوت. والمرجعيه او الفيدباك اللي انا بتكلم عليه دوت هو اللي عباره عن انك تدوق. بما انك هنا ما دوقتش فبالتالي السيستم دوت عباره عن اوبن لوب.